السلام عليكم. هنبدأ درس جديد النهارده من دروس حمادة سنسور. ازاي نعمل سولار سيستم على الاكس ار انجن. طبعا المفروض اللي احنا مشتركين في المنصة، فبناخد اليوزر نيم والباسورد بتاعنا، بنخش على اكس ار انجن. ده اول مشهد بيجي بالنسبة لنا. فاحنا عايزين نختار الاول من سين، مشهد الاول نغير الباك جراوند. فبنختار اللي هو السبيس. الكاميرا دورها مهم جدا، هي اللي بتظهر المشهد النهائي هيبقى عامل ازاي. طيب الجزء التاني انا محتاج بقى اضيف الاوبجكتس بتاعتي، هضيف الصن وجوه السبيس هنا. فاقول له ادوس على ليفت واقول له انا عايز اضيف صن. جاست انت بتسيرش فوق بس بتكتب كلمة صن. نقطة مهمة قوي واحنا بنضيف الاوبجكت بتاعنا، بندوس اسكيب اول ما بنقف او بيجيت الاوبجكت نفسه. دوس اسكيب على طول عشان ما يتكررش. وهضيف كوكب الارض. انت جاست بتكتب اول تو لتر، هو بيجيب لك بقى بيسرش دايركت يعني. طيب مجرد ما انت ضفت كوكب الارض اهو، احنا بقى التحكم بقى ايه هو بقى الاكس والواي والزد 3 دايمنشن. ده هو المفروض انت بتعمل لعبه تفاعليه 3 دي. فانت مفروض الاكس الجرين ده اللي هو الواي، اللي هو المفروض احنا هنلف حواليه. والازرق ده اللي هو الزد، والاحمر اللي هو الاكس. انت شغال على 3 دي، فانت لازم تبقى عارف المحاور دي عشان نتفق. واحنا هنلف حوالين الواي اللي هي حوالين الشمس. تمام. ممكن انت تتخيل تقول له ايه، هو هيمشي اكس، هيمشي من اليمين للشمال. لا، هو بيقول لك هو هيلف حوالين ايه. بنخش على الكود ونكتب repeat. بعد كده بنضيف get game object، هو هيلف حوالين ايه. انت بتقول له repeat، عيد الحركة دي ولف الاوبجكت حوالين الجيم اوبجكت بتاعتك اللي هي الصن. وتقول له روتيت اراوند، ده اخر واحدة. ونبدأ نوصل بقى اللينك ده بده، لينك كل بلوك لوحده. زي ما احنا شايفين كده اهو لينك. هو جاست ما انت عامل لينك غلط، هو بالدايركت بيرفضه. فهو لازم زي، بص دي الغلطه هنا، ان احنا واخدين اللينك مش من الصن. يعني انا المفروض اخد اللينك من، ايوه، من الصن اللي هي اللي تحت دي. جاست ان انا بشدها وادوس كليك واوصلها، تلاقيها وصلت دايركت. وابدا احدد بعد كده التايم الديستنيشن نفسها، المسافه. فهتقول له ان انا هتحرك بزاويه 360. وبعد كده التايم بتاعي هخليه 10، واخلي الاكس زي ما احنا متفقين اللي هو ايه، الواي. ممتاز جدا. على الواي عشان هو هيلف حول الشمس. تعالوا بقى نشوف الحركة كده هتبقى ماشية ازاي. ممتاز جدا، بيلف اهو بالشكل. طبعا السرعة بطيئة شوية عشان احنا مزودين الوقت 10 ثواني، يعني ياخد في كل لفة 10 ثواني، فاحنا هنقلل الوقت شوية. هنخش على السلكت تاني، على وندوس على الكود اللي هي الشاشة الزرقاء دي، ونقلل الوقت بتاعنا. في ملحوظة بقى مهمة عشان ما نكررش العملية دي في كل الكواكب. هنقف فوق خالص كده زي ما احنا شايفين في حتة اللي هي الكود الدبليكيت ده، الكوبي ده. ناخد الكود كوبي، بيقول لي انا عملت كوبي ليه عشان نخش على البلانيت اللي بعديه او الكوكب اللي بعديه نعمل له ايه، بيست. هطلع طبعا اعمل كلوز واخش على اضيف الجوبيتر او اي كوكب انت عايزه. احنا في 8 كواكب، كانوا 9 الحمد لله. في كوكب اتشال من التسعة، هنضيف الجوبيتر المشترى يعني. ونقف برضو، الاسكيب مهم جدا، ندوس اسكيب. بعد كده
عملت بيست وحطيت واغير بس الوقت. بطبيعة الحال لازم الوقت يبقى اللي بعيد يلف في وقت اكتر والقريب يلف في وقت اقل. يعني لو كانت الاولانية 5 فالتانية 10، زي ما انتم شايفين كده ايه، اللفة بتبقى متناسقة وبيلفوا في نفس الوقت. دي حركة الكواكب حوالين الشمس. احنا ممكن نكرر العملية دي مع التمن كواكب كلهم. شكرا والى لقاء جديد في حلقات حمادة سنسور.